أغلبنا بيواجه مشاكل كتير في تعلم اللغة الإنجليزية وبيكون مش عارف يبتدي منين وإزاي. ممكن تكون سمعت كلام كتير إنك لازم تحفظ كلمات علشان يكون عندك حصيلة كبيرة وتمارس اللغة بكل سهولة. كل الكلام ده طبعا مهم جدا، لكن للأسف مش كفاية. أيوة مهم جدا إن احنا نحفظ كلمات كتير، ومهم طبعا إن احنا نمارس اللغة بشكل كفاية، لكن هنعمل كل ده إزاي من غير ما نعرف قواعد اللغة؟ بمنتهى السهولة. القواعد هي اللي هتخليك تعرف توصل كل حاجة ببعض، يعني تقدر تكون جمل وانت فاهم ازاي تكونها. عندي حاجة اسمها used to. طيب لما نيجي ننفي احنا شاطرين وعارفين ان احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم not. حلو قوي. طب هي not دي استخدمها في مين؟ not. طيب مين البودي جارد يعني اللي هيشيل not؟ اجيبه منين؟ هاته من الفيرب اسمه used بالاي دي، يبقى الفيرب باست. حلو، يبقى مين البودي جارد اللي هنحط فيه نوت؟ did. حلو قوي. يعني تقدر تحل اسئله وانت فاهم هي جت منين وازاي، مش مجرد حفظ وخلاص. الكورس ده هنتعلم مع بعض جميع قواعد اللغه الانجليزيه بطريقه سهله وبسيطه. انا مش عايزاك تعمل الحاجه دي، ماما بتمنعك من الحاجه دي، بتأمرك. مش بس ماما، اي حد في الدنيا يعني بيأمر حد تاني ان هو ما يعملش الحاجه، فهقول لك ايه؟ don't do that. مش عايزاك تعمل كده. يبقى لما اكون عايزاك ما تعملش الحاجه اقول لك ايه؟ don't. اوكي. طيب مش عايزاك تفتح الباب، فهقول لك ايه؟ don't open the door. بعد كل درس هيكون في امثله كتير عشان تقدر تتاكد من مستوى فهمك للدرس. الشرح باللغه العاميه عشان يكون اسهل في توصيل المعلومه. subject pronouns يعني ضمائر الفعل. ايه ده؟ هو انتي كمان بتشرحي كده؟ هنتفق اتفاق، احنا مش هنشرح كده خالص، احنا هنشرح ببساطة جدا جدا. تمام؟ طيب واوعدك ان انا مش هقول فاعل وفعل ومفعول والكلام ده. الكورس هيساعدك في فهم اي قواعد في اي منهج دراسي، يعني لو انت حتى مستوى 0 في الانجليش هنوصل مع بعض لمستوى متقدم جدا. هيكون مع الكورس كتاب شرح عملي هيساعدك في الشرح والحل. الكورس مناسب للاعمار من 9 سنين ل 60 سنة.